هاي الحديقة مال البيت. هاي هنا مثل. يا هلا والله حبايب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ عساكم بخير. اشتقينا لكم، صار تقريبا يومين لو 3 ايام ما منزل لكم شيء، وانا قلت لكم ولا حنقطع. طبعا اليوم احنا شنو؟ متجهين الى المدينه مالتنا القديمه. تعرفون احنا هناك عندنا اخوتنا مو اصدقائنا، فرايحين اليوم عندهم، ومثل ما تعرفون شغلاتنا كثرت هناك، وان شاء الله امورنا كثرت هناك. ان شاء الله الكثره بخير تكون ان شاء الله. انت حجتوا الساعة بيش هسه؟ الساعه التليفون الساعة ب8:53 دقيقة، يعني ب9 إلا 8 دقائق. مو 58 8:53 دقيقة. اي يعني الا 10 خلينا نقول. زين، فمتوجهين اللي هناك. طبعا ما تجوز. سوينا احنا ما قدرنا ناكل الصمون الحار بحدنا. تعال خل اشوفكم. طبعا هذا الصمون، وهذا الصمون حتى لا يبرد، والفلافل هم جاهزة. شنو رأيكم بالصمون؟ صمون عراقي 100%. يا سلام يا سلام، شوف هاي السلة وهاي الفلافل جاهزة. طبعا نفس الوقت هاي المحطة مالتي المفضلة هنا، دائما اتوقف هنا. شنو تخليكم ويانا، وان شاء الله اليوم ما راح نصور هواي، بس باكر راح اخلي لكم النهار الاغلبيه لكم، بحيث هذا الفيديو راح يكون بس بدايته هسه ونهايته باكر النهار كله، وينزل لكم ان شاء الله يوم الاثنين. وبنفس الوقت شوفوا اني وين حاليا، صاعده باللايف مال اختي. اللي ما متابعها يروح يتابعها، هذا اسم الحساب مالته. تمام. طبعا راح اخلي لكم الرابط مالتها مال التيك توك. عندها ملابس اطفال، نسائي، اكسسوارات، واللي يطب يشتري من عندها. واني موجود باللايف، فاكو هدايا بسيطه يعني حتروح من المانيا ليمهم، فتجيكم. كملوا الفيديو ويانا. تعالوا يا رجعنا لكم. صباح الخير والعافيه. باعوا لي هالمنظر الحلو اليوم. تشوفون جوي خبل. عاشوفكم الريوق يا بابا. باعوا لي الريوق اليوم كله سوري. هاي اكله ايش اسمها مصطيف؟ مامونيه، ولا حد يجي عليه. شوفوا راح اشوفكم الجمهور الخلف الكواليس. بس باعوا اكيد يعني اكيد يا بيي. هاي اكله تبع علان المفضله، لازم يسوي لها اياه. بس شوف الجمال. وراح اشوفكم الخلف الكواليس ايش دا يسوون. شوفوا شو مسوي. طلع ليش ختلتي؟ اكو يا جماعه مخاتلي اصورك. يلا سهمنا سهمكم العافيه. ها على فكره ريوقين بيت ابو مصطفى، والقديم بيت ابو عبد الله. شلوننا احنا. يلا. هاي المدينه هيك صايره. هيك هذا شكل البيت من برا. هاي الحديقة مال البيت. هاي هنا مثل الطرمة مال الشوي. تعال شوفوا. هاي الغرفة. هاي الغرفة كبيرة. طلالتها مع الحديقة من ناهيج، بها شباكين. هذا ممر. هنا شو اسمه الصالة. هاي عضوية. هاي الصالة. وخرجوا. هاي هنا غرفة الجهال، أو غرفة الجهال همين على الحديقة يعني صايرة منها. هذا باب البيت هنا. هاي مال الغسالات هنا. هذا ممر. هذا الحمام. شوفوا الحمام. شوف الحمام هم على الحديقة بعد. الشاور. هاي منه. راح اشوفكم المطبخ. هاي هي تجون هنا. هذا المطبخ.
مطبخ كلش كبير وكبير، الله هم شباك على الحديقة منه، وهذا الشباك الثاني على الشارع. شوفوا من هاي بس هذا كاونتر ما يبقى يعني غير كاونتر، ان شاء الله يكون من نصيبنا. عملنا نطلع من الكلر اذا بدنا نصعد على ذاك الشارع او نجي من هيك على الشارع. حديقة هنا وهذا بارك هنا، البارك هنا نجي نقدر نجي من هيك يعني، بس احنا جينا عكس. هاي محطة القطار يمنا، والنتو هنا قريب، والالدي والليدل كلها. يا هسه شنو احنا خلصنا ريوق يم بيت ابو مصطفى، وهسه طالعين على صدر نروح بيت ابو عبد الله اول مرة، بس لا رايحين على بيتنا القديم. داردش بيتنا القديم، دارد اشوف ام البيت وابو البيت كلش مشتاقة لهم، فقلت له احنا ما زحنا جايين خلينا نمر نشوفهم يعني. قال اوكي، فراح نروح عليهم نشوفهم ونطمئن عليهم، وبعدين نرجع وين؟ بيت ابو عبد الله. فراح اصور لكم انا هناك جوله بذاك البيت، لان انا ما صورت لكم الحديقه وهيك شيء، فراح اصور لكم الحديقه واصور لكم الاجواء كلها هناك، فخليكم ويانا. يلا هناك. هسه شنو هاي وصلنا لبيتنا. شوفوا انا دائما اقول لكم عليه هذا بيتنا مع بعض. هاي البلكونه، بس احنا حاليا يم ابو البيت مع هاي الحديقه. شوفوا هاي بس حاليا عنده تعديلات بيده يسويها على الشتاء، بعد الغرفه الشتويه وغرفه الاطفال مال الالعاب. بس اطلع لكم هناك من برا اشوف لكم هذا المنحل. شوفوا مال عسل، هاي كلها تصير فواكه بالصيف. هذا حوضة الاسماك هنا. يلا بس شوفوا هسه شو اسمه، شوفوا هذا راحة الخاشوقة اقفوا. هذا العسل مال المنحل مالتنا، باعوا شلونه؟ شلون عسل يخبل. شوفوا الضيافة مالته. لا اونة عاش ايدك والله. اوكي قلبي. هسه راح اخذكم للحديقة ولها برا اصور لكم. تعالوا. وهاي هنا، هاي الحديقة اللي هنا كانت من الجهات كانت حول المدرسة، وهاي هنا قبالنا هذا الماركت. شوفوا ايش كبره وايش قده، هذا كله الماركت. بس باعه الجو يجنن. شوفوا للجمال. هاي الاطفائية، هاي سيارتنا. تعال شوفكم الحديقة اللي شو اسمه، هاي الجهال. باقة الورد كنت حاطتها على الدرجاني، نزليها هنا فانوصي. وهاي هنا كنا نقعد نشوي، هذا الشوي، وهذا مال الحطب مال المندي. بس باعوا هاي بالصيف تجنن، لان اشكال والوان الفواكه تطلع بيها. بس هسه حاليا قد اعمر بيها يعني. وهذا المنحل باعوا اشكال منحل عندنا. هاي من هنا لهناك كله ذني مناحل. هاي جوارين. هاي هنا غرفة هاي غرفة الشتوية، هسه حاليا حاط بيها الزرع. قال كل شي غيرت وراكم، دا عمر بالبيت حاط بيها الزرع. وهاي كانت غرفة الشتوية حاطين بيها تخم. هذيك الغرف هناك لا العاب الاطفال كانوا، بس كلش هو حاليا لان هو رجال كبير بالعمر ومرته كبيرة بالعمر، فحاليا شوية عادمين الغراض يعني، ما معتنين بيها مثل ما احنا كنا يعني. بس بعد جماله. الحمد لله على كل حال. يلا ماما تعالوا. طبعا شنو احنا حتى البانهوف مو بعيد علينا يعني، هذاك البانهوف قبال الماركت، ما اعرف اذا مبين عندكم لو لا. بس هياته هاي منا اذا بدنا نروح بهذا الاتجاه منا نروح الكولينز زيجن، اذا بدنا نروح لفرانكفورت هم منا بهذا الاتجاه نروح دورتموند هاجن بوخم اسن، يعني هو قطار واحد يودينا. ايه تعالوا انزلكم هناك اشوفكم البيت. هاي هنا كنت ياما اطلع اتمشى. شوفوا لنا يجي يا الله. هاي هنا بيتي واعي ايش قد حلو.
بيتنا. هذا الجراجات مال ابو علاوي كان هنا. شوفوا الجمال. هاي الحديقة من هنا كذا نصعد لها باب ثانية من هنا. هاي الجراجات. يلا الحمد لله والشكر على كل حال. الله يكتب لنا الرجعة هنا بأقرب وقت إن شاء الله. آمين يا ربي. على فكرة أنا صراحة تندمت لأني جيت لهنا. أنا تدرون ليش؟ لأن شبعت بكي بحيث طلعت داشتة مهوة يعني. لأن أم البيت كلش حالتها تعبانة وانقهرت، ومن طبينا احنا كل شي ما تتذكر بس تذكرتنا يعني بتخليني الموقف انه هي كل شي ما قاعد تتذكر بس احنا تذكرتنا. كلش انقهرت وشبعت بكي يعني. فالحمد لله والشكر. الله يشافيها ويعافيها يا ربي. فيلا هسه احنا راح نروح وين؟ راح نروح البيت ابو عبد الله. وراح اروح اخذ عسل من عنده قبل لا اروح. تذكرت اخذ عسل منه بالبيت قبل لا اروح. يلا ونروح البيت ابو عبد الله. طبعا هسه احنا شنو طلعنا رايحين البيت ابو عبد الله. واليوم انا خلصتها عليكم. طبعا هسه رايحين وطبعا هسه جايين وطبعا شوفوا صور طبعا. اي هسه حبايب هايات. الله هذا البانوف الصغير اللي قاعد ببيتنا. طبعا هذا البانوف الصغير شوفوا ايش قد حلو. اي هسه راح نروح البيت ابو عبودي. انا الصراحه تندمت لاني جيت للبيت. انا قلت لكم اياها هذيك الساعه وهسه اقول لكم اياها. لان من كثر ما انقهرت على صاحبه البيت يعني. ظلينا نقلب بالصور مالتها انه شلون كانت يمنا وكانت تشاقه وتضحك وحيلها بيها ما شاء الله، وشلون يعني هسه. بس هي هاي امور الدنيا ونقول الحمد لله والشكر على كل حال. الله يشافيها ويعافيها يا رب. يلا خلينا نروح مع عبودي البارحه قالت راح اسوي لكم فاصوليا والتبن. خلينا نشوفها اليوم شو مسويه. الله اللي يستر. اذا بغينا الفاصوليا والتبن يعني شاعريه. الله عليكم شو الفاصوليا والتبن. يلا خليكم ويانا ونوصل لهناك واصور لكم ان شاء الله. طبعا بايب هذا الشتات الصغير يعني هو مو شتات ما اعرف شو يسمونه. مثل السنتر مال المدينه يعني صغير بس ما اعرف قد حلو. بس هو اليوم ما حد يعني كلها معزله. من يكون سنتر على قد حاله. بنجيب لك عمي هذا السنتر ولا 10 سناتر. الف رحمه. هذا السنتر ولا اريد ذيك السناتر عمي. ما اعرف قد حلو. عادي على قد العوائل يعني بسيط. بكل شيء يعني كل المستلزمات. بي ليدل بكوفلاند بروزمان بنتو بالكيك بالتيدي بالدوشمان. يعني شو تريدون هو بي يعني كلش كافي. الفاميلي بي هذا الاخر بالماركات بي وهذا بالتن. بعد بكراي فاتح اليوم احد والساعة بيش. الساعة 5 هسه والبكراي فاتح اليوم احد الحمد لله. يلا هسه وصلنا بيت ابو عبودي. اصل اصور لكم هناك. اكو واحد قال لو تموتين ما اسوي لك عزيمه. بس شوفوا فاصوليا عالطلب الله بعد تشريب. ايش قد حلو الواحد يصور والثاني ما يقدر يحكي. هاي التلمين اذا مو تريد مال فاصوليا ما مقبول. ما شاء الله شوفوا هاي لجنعة عيني خضرة. اذا مو خضرة معبودي ما مقبولة. هاي وشنو فوق هذا كله بس مع الضيم خابزة لنا خبز عراقي. يلا راح بدي السفرة سهمنا وسهمكم العافية مقدما وجكارة بذاك الواحد اللي ما يريد يعزمنا. والله عاشت ايدك معبودي على هالسفرة الحلوة بس باعوا. احنا دا مو فاصوليا ومعلاق امور ما تسلم. اهم شي الخبز واللبن بالسالفة. فاصوليا تريد. يلا سهمنا وسهمكم العافية. خلص لكم شو يصير ويانا نتواصل.
تواصل شنو؟ اواصلكم. طبعا شنو حبايب، هسه احنا خلصنا سهرتنا من بيت ابو عبودي، والبارحة كنا سهرانين من بيت ابو سطيف. طبعا والله ما قصروا العائلتين، الله يزيد خيرهم، الله يوفقهم يا ربي ويرزقهم ان شاء الله ويريح بالهم يا رب. اي والله. فهسه حبايب شو نسوي علي؟ شو تقول ابو علاوي؟ نقولكم نشوفكم فيديو جديد ان يا شاء الله. بعلي صوتك العالم ما تسمعه. نشوفكم فيديو جديد ان شاء الله. لا تنسون اللايك والاعجاب والاشتراك. تمام حبايب، يلا انتظرونا فيديوهات جايه ان شاء الله، ونتمنى يعجبكم هذا الفيديو وتكثرونا من تعليقاتكم الحلوه، والتعليقات اللي صارت بعد الردود صوت سيره حق ورد عليكم اني. تمام قلبي. يلا حبايب تصبحون على خير، مدري صباح الخير يومكم هسه وتروح تشاهدون الفيديو. فاتمنى لكم يوم حلو، يوم جميل ان شاء الله، مع الف سلامه.